بص يا عبده، وانت بتمنتج الفيديو ده انا مش عايزك تسيب ثانيه ما فيهاش ترانزيشنز او افكت. انا اول ما اتكلم عايزك تحط انفجار، وكل شويه زوم وترانزيشن زوم وترانزيشن. انا عايز استعراض عضلات. احنا بنكلم الناس عن المونتاج، مش عايز باب النجار مخلع الله يسترك. للاسف هي دي العقليه اللي معظم المبتدئين بيشتغلوا بيها، استعراض عضلات في المكان الغلط. المونتاج مش انك تزاول عين المشاهد، المونتاج لو ما ساعدكش في حكي القصه يبقى انت فاهم الموضوع غلط. طيب امتى اعمل كات ولاي مشهد؟ والتر ميرش واحد من اجمد المونترين المشهورين، عنده قاعده بيستخدمها، وهو انه بيكون عنده لسته مكونه من 6 حاجات لازم يتحققوا في اي كات بيعملها، او على الاقل اول 3، وهم كالاتي: اول حاجه المشاعر، هل القطع هنا بيوصل الاحساس الصح للمشاهد؟ 2 القصه، هل القطعه بتساعد القصه تتحرك لقدام؟ 3 الريتم، هل سرعه النقل بين كل مشهد والتاني مناسبه للحدث؟ مثال على ده، لو عملت انتقالات كتيره بسرعه في مشهد حزين او درامي هتحس ان في حاجه غلط. 4 تتبع العين، يعني لو انا بقطع من مشهد في حركه من اليمين للشمال ما ينفعش اروح لمشهد تاني الحركه فيه من الشمال لليمين. القاعده دي بتقول لك ان انت المفروض تخلي المشاهد ما يدورش في الكادر ايه الحاجه اللي المفروض يركز عليها. 5 و6 حاجات ليها علاقه بالاتجاهات، زي قاعده ال 180 درجه، هل الشخصيات باصه صح بالنسبه لبعض وبالنسبه للمكان اللي هم موجودين فيه؟ هل في تتابع في حركه الشخص جوه المكان، وده اللي بيخلينا نعرف الاحداث بتدور في مكان عامل ازاي. وطبعا كل القواعد دي ممكن نكسرها، بس على الاقل اول 3 لازم يكونوا متحققين.